ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم في المحاضره الثالثه من الفاندامنتال كورس او الكورس التاسيسي بتاعنا، وهي طبعا بعنوان مقدمه في علم الشبكات. سريعا، كل اللي حابب ان انا انبه عليه ان المحاضره دي من اهم المحاضرات، وحضرتك هتستفيد جدا منها، لان بنهايه المحاضره دي هيبقى عندك معرفه شامله. يعني ايه انترنت؟ يعني ايه بيانات؟ والبيانات دي بتتنقل ازاي من جهاز لجهاز؟ ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ دلوقتي بقى عايزين نبدا نشوف احنا هنتكلم في ايه في المحاضرة بتاعتنا، اللي هي بالمناسبة تبقى محاضرة من أقوى المحاضرات اللي هتبدأ إن هي تعرفك على الشبكات بتاعتنا، وإزاي الأجهزة دي بتكوميونيكيت أو بتتواصل مع بعضها، وإزاي البيانات اللي حضرتك بتطلبها من الإنترنت، سواء بتداونلود فايل، بتنزل لعبة، الكلام ده كله بيحصل إزاي؟ يعني إيه راوتر؟ يعني إيه سويتش؟ إيه هي الأجهزة اللي بتسمح لي إن أنا أنقل البيانات بتاعتي من مكان لمكان تاني؟ يعني إيه فاير وول؟ يعني إيه جدار حماية؟ وإيه دوره؟ إيه هو الأي بي؟ الكلام ده كله. طيب، سريعا كده عشان نبدأ بسرعة، احنا هنتكلم في ايه؟ اول حاجة هنتكلم في يعني ايه نتورك او شبكة، نفهم يعني ايه شبكة، الأجهزة بتتواصل مع بعضها ازاي، هنفهم ايه هي النطاقات او الأحجام بتاعة الشبكات اللي ممكن تبقى صغيرة جدا زي اللان، وتكبر جدا معايا لحد الايه، لحد الوان، اللي هي بتمثل الايه، اللي هي بتمثل بالمناسبة الانترنت بتاعنا. هنفهم برضه يعني ايه انترنت اكيد. بنهاية المحاضرة هتكون فهمت يعني ايه انترنت، وهتكون فهمت حاجات اكتر من كده بكتير جدا. هنبدأ نفهم يعني ايه اي بي، ايه هو بروتوكول الانترنت ده، وايه هي انواعه، الفيرجن الرابع والفيرجن السادس. هنبدأ نفهم يعني ايه كلاينت او عميل، يعني ايه سيرفر، ايه هو السيرفر ده. هنبدأ نفهم شوية أجهزة في الشبكات في الشبكة بتاعتنا، زي الراوتر وزي السويتش. هنبدأ نفهم كمان أجهزة في الشبكة بتاعتنا زي الفاير وول أو جدار الحماية. هنبدأ نتكلم شوية في يعني ايه او اس اي موديل، ويعني ايه تي سي بي اي بي موديل. طبعا مش هناخدهم بالتفصيل، احنا هناخد مقدمات عنهم بالظبط، لان الحاجات دي بتدرس في كليات الحاسبات وكليات الايه الهندسة بالتفاصيل المملة. هنبدأ نفهم كمان يعني ايه تي سي بي، هنبدأ نفهم يعني ايه يو دي بي، ايه الترانسميشن كنترول بروتوكول ده، وايه اليوزر داتا جرام بروتوكول. نبدأ نفهم الحاجات دي كلها. نبدأ نفهم كمان يعني ايه انكريبشن او تشفير. نبدأ نفهم كمان يعني ايه بورت، ايه انواع البورتات دي وايه ارقامها، ويعني ايه بورت 80، ويعني ايه بورت 443، ايه كل الكلام ده هنبدأ ان احنا ايه نفهمه. كمان هنبدأ نفهم يعني ايه HTTP او هايبر تكست ترانسفير بروتوكول، وايه الفرق بينه وبين الهايبر تكست ترانسفير بروتوكول سكيور. هنبدأ نفهم طبعا، ما ننساش حاجة مهمة جدا اسمها الميديا اكسس كنترول او الماك ادرس. هنبدأ نعرف طوله كام بايت، نبدأ نعرف بنستعمله في ايه، بيبقى موجود فين بالظبط، بأهميته ايه، كل الكلام ده هنبدأ نفهمه. يعني الملخص اللي انا عايز اوصله لك ان المحاضرة دي هي من اهم المحاضرات اللي حضرتك ممكن تسمعها في الكورس التأسيسي ده، لانها مش بتغطي، هي طبعا بتغطي مقدمة بس، لكنها بتغطي مقدمة في علم الشبكات في مواضيع كتيرة جدا جدا جدا. فيا ريت تبدأوا تتابعوا معايا. طيب يا شباب، خلينا نبدأ دلوقتي في الجزء الأول من المحاضرة بتاعتنا، وهو جزء بسيط جدا. أنا عايز بس أعرف فيه يعني إيه شبكة. طيب، عشان نفهم الشبكة يا شباب، أنا عايزك تتخيل إن حضرتك معاك جهاز هنا أهو، وفي حد تاني معاه جهاز هنا أهو. الجهاز بتاع حضرتك عليه ملف PDF عادي جدا، والجهاز التاني ده محتاج ملف PDF بتاع حضرتك ده. طيب، حضرتك هتبعت له الملف ده ازاي؟ قالك حضرتك بكل بساطة هتبعت له الملف ده عن طريق الايه، عن طريق الشبكة دي. تمام، يبقى الشبكة بمنتهى البساطة هي مجموعة من الطرق بستعملها ليه؟ عشان أشارك ملفات أو أشارك أي بيانات ما بين جهازين أو أكتر. يبقى دي كده أول حاجة احنا ايه، احنا عرفناها. طيب، يعني هل حضرتك تقصد إن أنا لو عندي جهاز هنا الجهاز ده اسمه جهاز A، وعندي جهاز هنا الجهاز ده اسمه جهاز B، وجبت سلك هنا ربطت الجهاز بتاع A ده بالجهاز بتاع B ده كده، وابتديت ان انا انقل البيانات، اعمل اكستشينج للايه، للانفورميشن من الجهاز ده للجهاز ده، يبقى انا كده عملت شبكة. اه بالظبط كده، حضرتك عملت لي شبكة. طيب، تاني حاجة احنا عايزين نعرفها هي الشبكة دي لما اجي ابص فيها هلاقي ان هي بتتكون من ايه. قالك اول حاجة حضرتك هتلاقي الشبكة بتتكون منها هي الايه، هي الاند ديفايس. تمام، او يعني ايه، او يعني الهوست.
طيب ايه الاند ديفايس وايه الهوست ده؟ بمنتهى البساطة هو الجهاز بتاع حضرتك اللي حضرتك بتستعمله، يا اما عشان تحط عليه الملف اللي فيه حد تاني عاوزه، يا اما عشان تاخد منه الايه، الملف بتاعك. يبقى اول حاجة هتلاقي فيها حاجة اسمها اند ديفايس او ايه، او هوست. الهوست ده بيتقسم لحاجتين، يا اما بيبقى كلاينت اللي هو حضرتك مثلا محتاج ان انت تفتح اليوتيوب، يا اما ايه، يا اما سيرفر اللي هو الجهاز الكبير جدا اللي امكانياته اكبر من الجهاز بتاعك. يعني لو الجهاز بتاعك المساحة بتاعته 512، لا الجهاز بتاع السيرفر ده بيبقى الامكانيات او الاستورج او ملفات او مساحات التخزين بتاعته مثلا ضعف حضرتك 50 مرة، او ضعف حضرتك ايه، او ضعف حضرتك في 100 مرة، عشان يقدر ان هو يخزن عليه البيانات بتاعة اليوتيوب اللي حضرتك ايه، اللي حضرتك محتاجها. طيب، يبقى اول حاجة الشبكة بتتكون من اند ديفايس وهوست. الهوست ده ليه نوعين، يا اما يبقى كلاينت اللي هو حضرتك، يا اما يبقى سيرفر الجهاز اللي بيبقى عليه الحاجات اللي حضرتك عايزها. طيب، تاني حاجة الشبكة بتتكون منها وهي الايه، الميديا. طب يعني ايه ميديا؟ انا اتكلمت عنها في محاضرة الايه، الهاردوير او الكمبيوتر هاردوير، وقلنا ان الميديا دي هي الايه، هي الوسيط، الحاجة اللي هتمكنني ان انا انقل البيانات بتاعتي جواها، اللي هي في المثال بتاعنا ده اللي هي الايه، السلك او الايه، او الكيبل بتاعنا. طيب، الوسيط ده برضو بيبقى ليه ايه، بيبقى ليه انواع، يا اما يبقى وايرد يعني وسيط سلكي، يا اما يبقى وايرلس، وايرلس او لا سلكي، وايرلس او لا سلكي. تمام. السلكي قلنا عليه شوية انواع، وقلنا ان هو زي الايه، زي الكابر كيبل او كابل النحاس، وزي الفايبر اوبتيك او كابلات الايه، الفايبر الحديثة دلوقتي اللي هي بتستعمل في ايه، في نقل البيانات عن طريق الايه، الضوء او اللايت بالسز او النبضات الضوئية. اما الكبر طبعا فهو بيبقى الكتريك سيجنالز عادية جدا، الحاجات القديمة اللي احنا ايه، موجودة عندنا لحد النهاردة. طيب بالنسبة للوايرلس، قلنا حضرتك هتلاقي ستاندردز زي الايه، زي الواي فاي، واعتقد كلنا عارفين الواي فاي ده. وحضرتك هتلاقي حاجات تانية زي الزاك بي. وقلت لكم في المحاضرة بتاعة الهاردوير حاولوا تسرشوا عن الزاك بي وتعرفوا ايه هو اهميته، وايه علاقته بالاي او تي او بالانترنت اوف ايه، اوف ثينجز او انترنت الاشياء. تمام. تالت حاجة حضرتك هتلاقيها في الشبكة بتاعتك، هتلاقي حاجة اسمها ال devices او الاجهزة بتاعة الايه، بتاعة الشبكات او النتورك devices. النتورك devices عندنا اجهزة كتيرة جدا. طيب من ضمنها اللي هنتكلم فيه النهاردة ايه، جهاز اسمه الايه، اسمه الراوتر، وعندنا جهاز تاني اسمه الايه، اسمه السويتش، وعندنا جهاز تالت اسمه الايه، الفاير وول او جدار الايه، او جدار الحماية. طيب، حضرتك اخر حاجة ممكن تلاقيها في الشبكة هتلاقي حاجة اسمها ايه، اسمها بروتوكولات، بروتوكولز. وهنفهم يعني ايه بروتوكولز في الاجزاء اللي جاية. وهنعرف ان من انواع البروتوكولز دي حاجة اسمها راوتنج بروتوكولز، زي بروتوكول اسمه الريب، وزي بروتوكول اسمه ال OSPF، وبروتوكول اسمه الايه، اسمه البي جي بي. طيب هل حضرتك مطالب ان انت تفهم الكلام ده كله؟ طبعا لا. بس اذا حضرتك عايز تسرش يعني ايه راوتنج بروتوكولز، ويعني ايه OSPF، ويعني ايه ريب، ويعني ايه بي جي بي، فحضرتك عادي جدا ان انت تسرش وتعرف معلومات زيادة. اي معلومة انت حضرتك بتعرفها هي هتفيدك مش هتضرك. طيب، حضرتك برضه تعرف ان احنا عندنا بروتوكولات تانية زي حاجة اسمها الاي بي او الانترنت بروتوكول، وده ليه مجموعة من الانواع، حاجة اسمها اي بي فيرجن 4، وحاجة اسمها اي بي فيرجن 6. حضرتك برضه تعرف ان احنا عندنا بروتوكولات تانية زي التي سي بي او الترانسميشن كنترول بروتوكول، واليو دي بي. طب هل هي دي بس البروتوكولات اللي موجودة عندنا؟ لا طبعا، عندنا انواع كتيرة جدا، وانواع كتيرة جدا من الايه، من البروتوكولات. دلوقتي بقى نتكلم في جزء هو من اهم الاجزاء اللي موجودة عندنا، هنفهم فيه يعني ايه نتورك ديفايسز، وايه انواع النتورك ديفايسز او اجهزة الشبكات اللي موجودة عندنا. وعايزك تركز بقى معايا لان احنا هنرسم شوية رسومات هنا. اول حاجة عايزك تركز فيها يا باشا ايه، تخيل ان احنا عندنا بيت بالشكل ده كده. يبقى انا دلوقتي عندي البيت بتاعي اهون بالشكل ده كده. طيب، وجوه البيت بتاعي انا عندي جهاز اهون اسمه جهاز A، وبعد كده في جهاز تاني اسمه جهاز B، في بقى جهاز تالت اسمه جهاز C، وفي جهاز رابع
اسمه جهاز دي. طيب، وجيت انا قمت حاطط جهاز من اجهزة الشبكات اسمه الايه، اسمه الهب، بالشكل ده كده. تمام. وقلت انا عشان اعمل الشبكة بتاعتي فانا محتاج الميديا او الوسيط، فقمت جاي قلت يلا انا هربط النتورك ديفايس بتاعي اللي هو الهب بباقي الايه، بباقي الاجهزة بتاعتي بالشكل ده كده. تمام، حلو قوي. وبعد كده جينا اتفقنا ان الجهاز رقم ايه ده هو الايه، السيرفر. ما احنا قلنا ان السيرفر ده هو اللي عليه الخدمة اللي باقي الاجهزة اللي في الشبكة عاوزاها. طب السيرفر ده عليه ايه؟ السيرفر ده عليه ملف بي دي اف. طيب، ملف البي دي اف ده بقى مين اللي محتاجه؟ قالك اللي محتاجه هو الجهاز رقم ايه، الجهاز رقم بي، هو ده الكلاينت اللي محتاج الايه، الجهاز. طيب بالنسبة لسي ودي، هما الاتنين مش عايزين الملف بتاعي. طيب، فقررنا ان احنا عندنا دلوقتي ايه، ان احنا دلوقتي عندنا شبكة. يعني احنا كده بنينا شبكة. هو مش انا اتفقت معاك ان اي شبكة انت هتلاقي فيها وسيط؟ الوسيط بتاعي موجود اهو. هتلاقي فيها نتورك ديفايس او جهاز شبكة، موجود اهو اللي هو الايه، الهب. هتلاقي فيها كلاينت وسيرفر، موجودين. ادي السيرفر اهو، وادي مجموعة من الكلاينتس عبارة عن 3 كلاينتس. طيب، اول بقى لما جهاز ايه هيبعت ملف البي دي اف عشان يوديه عند الجهاز اللي هو بي، الهب ده بقى قالك ان هو جهاز غبي، جهاز من اجهزة الشبكات الايه، الغبية. طب هو ليه جهاز غبي؟ لان الهب هيجي ياخد الملف بتاع البي دي اف ده اول لما يوصل له، ومش هيبعته لجهاز بي اللي هو عايزه بس، امال هيعمل ايه؟ هيعمل ري ترانسميشن او هيعمل اعادة ارسال لجميع الاجهزة اللي هو مربوط بيها على الشبكة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ادي البيانات وصلت اهيا من السيرفر اللي هو ايه عشان عايزة تروح لبي، الهب مش هيبعتها لبي، امال هيعمل ايه؟ هيقوم جاي باعتها لسي، وهيقوم جاي باعتها لدي، وهيقوم جاي باعتها لبي. ايه ده؟ طب انا محتاج بس ان انا ابعتها لبي. قال لك اصل ما ينفعش، اصل الهب بتاعنا، الجهاز ده كل اللي هو بيعمله ان هو بياخد البيانات ويبدأ يبعتها لجميع الاجهزة اللي هو متصل بيها على الايه، على الشبكة بتاعتنا. وده اول جهاز احنا كنا عايزين نتعرف عليه في النتورك ديفايسز او في اجهزة الشبكات بتاعتنا، اللي هو ايه، اللي هو الهب. طيب، اخر حاجة عايزين نعرفها عن الهب قبل ما نقفل، ان الهب بتاعنا ده هو layer 1 device. ايه ده؟ يعني ايه layer 1 device؟ طب يعني ايه layer 2؟ يعني ايه layer 3؟ هنتعرف عن الكلام ده بس مش بالتفاصيل الجزء اللي جاي. خلينا بقى دلوقتي نتكلم في جهاز تاني شال الهب وقال له بص بقى انا هقعد مكانك، وهو ده اللي احنا هنستخدمه لحد النهارده. ايه بقى الجهاز ده؟ احنا اتفقنا ان احنا عندنا البيت بتاعنا بالشكل ده كده اهو، البيت بتاعي، رجعنا للبيت بتاعنا مرة كمان، وانا قررت ان انا هبني شبكة اهو، ادي البيت، وانا قررت ان انا ايه، هبني الشبكة بتاعتي. فقلت انا عندي الجهاز اللي هو ايه، وقلنا اتفقنا ان ده السيرفر اللي عليه ايه، اللي عليه ملف البي دي اف بتاعنا. وعندنا جهاز تاني اسمه جهاز بي، وده الكلاينت اللي محتاج الملف بس. وفي عندنا مجموعة تانية من الأجهزة اللي هو جهاز سي وجهاز دي. وقمنا احنا جايين دلوقتي قلنا لا، الجهاز بتاع الهب ده هيعمل لي زحمة في الشبكة بتاعتي. يعني هو انا عشان ابعت ملف لجهاز واحد لازم يتبعت لباقي الاجهزة؟ افرض انا عندي 50 جهاز في الشبكة، افرض عندي 100 جهاز، اعمل ايه ساعتها؟ انا محتاج ابعت لجهاز واحد يتبعت للناس دي كلها؟ لا، انا كده اعمل كونجيشن او زحمة في الشبكة بتاعتي. فقررت ان انا اتصرف ازاي، هجيب جهاز تاني. الجهاز التاني بتاعي ده بقى اسمه ايه؟ اسمه سويتش. اسمه سويتش. اول حاجه عايزين نعرفها عن السويتش ان هو layer 2 device او من الطبقه التانية. طب يعني ايه layer 2 يا باشمهندس؟ لسه هنعرف الكلام ده الجزء الجاي. طيب، وابتديت ان انا ابني الشبكه بتاعتي، فقمت جاي رابط السويتش بتاعتي بالجهاز ده، وبالجهاز ده، وبالجهاز ده، وبالجهاز ده. طيب، فقررت بعد كده انا كسيرفر ابعت الملف بتاعي للكلاينت اللي هو بي. ما تيجي نشوف بقى ايه اللي هيحصل. اول لما البيانات توصل للسويتش، السويتش يقوم فاتح دفتر، او ممكن نسميه ايه، نسميه جدول. الجدول ده فيه حاجة اسمها الماك ادرس. طب ايه الماك ادرس ده يا باشمهندس؟ لسه برضه هنعرف، بس اللي انا عايزك تعرفه عن الماك ادرس ده ان هو عنوان بيميز كل جهاز عن التاني. يعني هل احنا نقدر نقول ان الجهاز ده الماك ادرس بتاعه مجموعة من الايهات؟ اه. طب الماك ادرس بتاع الجهاز ده مجموعة من البيهات؟ اه، اهو. طب والماك ادرس بتاع ده؟
مجموعة من السيهات، الماك ادرس بتاع الجهاز ده مجموعة من الديهات، يبقى انا كده لاحظت ان الجهاز بتاع A واخد ماك ادرس A، والجهاز بتاع B واخد ماك ادرس B، الجهاز C واخد ماك ادرس C، والجهاز D واخد ماك ادرس D. طيب هو الماك ادرس الشكل بتاعه كده؟ لا طبعا، ده ليه طول معين، مجموعة من البايتس معينة هنعرفها الايه الجزء اللي جاي في الايه في الفيديو. طيب لكن خلينا نمثل ان الماك ادرس بتاع AA وبي بي وسي سي وسي ودي هيبقى الماك ادرس بتاعه دي. قال لك بقى ان السويتش الجهاز ده كل اللي بيعمله ان هو عنده دفتر او جدول جواه مخزن ان الماك ادرس بتاع الجهاز A مجموعه من الايهات، وبتاع B مجموعه من البيهات، وسي مجموعه من السيهات، ودي مجموعه من الديهات. فالظرف اللي فيه البيانات، الملف بتاع PDF اللي عايز يوصل لكلاينت B، مكتوب جواه ان انا الجهاز A اللي بيبعت والماك ادرس بتاعي كذا، وعايز ابعت الظرف بتاعي اللي هو ملف PDF للجهاز اللي الماك ادرس بتاعه مجموعة من البيهات. الماك ادرس السويتش هيبص على الظرف ده، هيفهم ده ايه عايز يبعت لبي، هيقوم واخد الظرف وبعته على طول لبي بس. واحنا كده اكيد فهمنا الفرق بين الجهاز الاولاني اللي عندنا اللي هو اسمه الهب، والجهاز التاني عندنا اللي هو السويتش. فاصبح السويتش هو ايه؟ هو جهاز ذكي، لان بسبب الجدول اللي احنا حطيناه جواه اللي هو اسمه الكام تيبل او الماك ادرس تيبل، قدر ان هو يعرف الجهاز ده عايز يروح للجهاز ده فبعت له على طول، الجهاز ده عايز يروح للجهاز ده فبعت له على طول، لكن ما بقيناش نبعت لكل الاجهزه المتصله بينا. بقى احنا هنتكلم في الجهاز الثالث معانا اللي هو الراوتر. وعايزين نركز بقى في الراوتر جدا، لان اول حاجه عايزك تعرفها عنه ان هو layer 3 device او من الطبقه الثالثه. طب يعني ايه هندسه layer 3 device؟ لسه هنعرف الكلام ده بعدين. طيب تاني حاجه، يلا بقى نبدا نرسم الرسمه بتاعتنا. تخيل حضرتك ان انت في نفس البيت اهون، البيت ده اسمه رقم واحد، وبيت رقم واحد احنا كده نقدر نفهم ان دي انا ممكن اسميها دلوقتي شبكة رقم واحد. وفي عندنا بيت تاني هنا بالشكل ده كده اسمه بيت رقم ايه؟ رقم اتنين، او شبكة رقم اتنين. الشبكة دي فيها الأجهزة بتاعتنا، جهاز A وده قلنا إن هو السيرفر اللي عليه الملف بتاع ال PDF، وادي جهاز B، وادي جهاز C، وادي جهاز D. وهما الاتنين مربوطين بايه؟ بديفايس اسمه الايه؟ اسمه السويتش بالشكل ده كده اهو. ده مربوط بده، مربوط بده، مربوط بده، مربوط بده. طيب بالنسبة للشبكة التانية، هنا في جهاز برضو، وجهاز تاني هنا، وجهاز تالت هنا، وجهاز رابع هنا بالشكل ده كده. وفي سويتش هو اللي رابط الأربع أجهزة دول ببعض بالشكل ده كده أهو، واحد مربوط باتنين، مربوط بتلاتة، مربوط بإيه؟ مربوط بأربعة. ده مثلا اسمه E، وده اسمه F، وده اسمه G، وده اسمه H. بس قالك المرة دي بقى الجهاز اللي هو E هو اللي محتاج ملف ال PDF، وده السيرفر بتاعنا. طيب احنا زمان لما كنا في بيت واحد او في شبكة واحدة كنا بنبعت لبعض يا اما عن طريق الهب، ودي قلنا حاجة مش كويسة لانها بتعمل زحمة في الشبكة بتاعتي، يا اما عن طريق الايه السويتش بتاعتي. طيب دلوقتي بقى في بيتين مختلفين، الجهاز اللي هو ايه عايز يوصل للجهاز اللي هو ايه؟ اللي هو ايه. طب جهاز ايه هيوصل لايه ازاي؟ قالك هنا بقى يجي الجهاز التالت بتاعنا اللي هو الايه الراوتر. الراوتر شكله بيبقى ايه؟ بيبقى عامل كده دايرة وبنحط عليها حرف ايه؟ حرف اكس. بنبدأ نركب مجموعة من الرواتر اللي بتبدأ تربط البيوت المختلفة ببعض، يعني اللي بتبدأ تربط الشبكات المختلفة ببعض. طيب ازاي الكلام ده؟ يعني احنا هنيجي هنا مثلا وهنحط حاجة اسمها layer 3 switch، layer 3 switch بالشكل ده كده، مش عايزك تعرف هي عبارة عن ايه. وهنبدأ ان احنا نربطها هنا كده بالسويتش دي، ونربط ده بده، ونربط ده بده، ونربط ده بده. طيب يبقى احنا دلوقتي كل اللي فهمناه ان احنا عندنا الراوتر اللي هو layer 3 device او جهاز من الطبقة الثالثة، كل وظيفته ان هو بيربط الشبكات المختلفة ببعض. فدلوقتي ايه اللي يحصل؟ جهاز A عايز يبعت الملف لجهاز E، فجهاز E الاول يروح يطلبه عن طريق حاجة اسمها ال TCP او Transmission Control Protocol، يبدأوا يفتحوا سيشن مع بعض. لسه هنفهم الكلام ده كله يعني ايه. بعد ما يفتحوا السيشن ويبقوا هما الاتنين واثقين في بعض، يبداوا بعد كده الراوتنج بروتوكولز ان هي توصل الايه الملفات بتاعتنا دي من الجهاز اللي هو ايه لحد الجهاز اللي هو ايه اللي هو ايه. تمام يا شباب؟ يبقى احنا كده عرفنا ان احنا عندنا 3 نتورك ديفايسز. اول حاجه اسمها السويتش، وقلنا ان دي لاير 2. وبعد كده حاجه اسمها الهب،
ودي layer 1 او طبقة اولى، وحاجة اسمها راوتر، وقلنا ان دي layer 3 او طبقة ايه او طبقة تالتة. دلوقتي خلينا بقى ناخد اخر حتة في النتورك ديفايسز او اجهزة الشبكات، وهي حتة سهلة جدا. طب ايه الرسمة الكبيرة جدا دي؟ بصوا يا شباب، انتوا حاليا المفروض فاهمين 90% من الرسمة دي. ليه طيب؟ يعني لو حضرتك بصيت على هنا، بصيت هنا، انت حضرتك خدت حاجة اسمها لان في منهج سنة أولى. اللان دي اختصار لكلمة Local Area Network أو شبكة محلية، واتفقنا إن هي بتشير إلى نطاق صغير جدا، زي مثلا مكتب أو زي مثلا بيت أو شقة حضرتك. دي عبارة عن إيه؟ عن لان، أو زي أوفيس أو مكتب. كل الكلام ده بيشير إلى الإيه؟ اللان هي عبارة عن شبكة صغيرة لمجموعة محددة بكفرج أو بنطاق تغطية صغير. تمام. واتفقنا ان دي السويتش بتاعتنا، ودي مجموعة الايه الاجهزة اللي فيهم الايه الكلاينت والايه والسيرفر، او ممكن بالمناسبة كلهم يبقوا كلاينتس عادي جدا. بعد كده اتفقنا ان ده اللاير 3 ديفايس او الطبقة الثالثة، اللي هو الايه الراوتر اللي بيربط اللانات او الشبكات المختلفة ببعض. واتفقنا ان دي كمان عبارة عن ايه؟ عبارة عن لان موجودة عندنا. تمام. وبعد كده لقينا ان ده ايه؟ عبارة عن راوتر. طيب ايه يا شباب الاي اس بي اللي انا رسمه ده؟ قال لك انت حضرتك برضو خدت الكلام ده السنة اللي فاتت، ان الاي اس بي هو اختصار لكلمة انترنت سيرفيس بروفايدر، او مزود ايه؟ او مزود خدمة الانترنت. طيب ايه مزود خدمة الانترنت؟ بمنتهى البساطة حضرتك عارفه، مش محتاج شرط، مش محتاج شرح. دي مثلا زي شركة وي اللي بتقدم لنا الايه الانترنت، او زي مثلا شركة فودافون وغيرها من مزودين الخدمة بتاعة الإنترنت اللي عندنا إيه؟ اللي عندنا في مصر. طيب هي الشركة دي من الحاجات اللي هي بتقدمها لحضرتك إيه؟ إن هي بتدي حضرتك حاجة اسمها إيه؟ حاجة اسمها public IP version 4 إيه؟ public IP version 4 address. البابليك اي بي فيرجن 4 ادرس ده حضرتك تقدر تعتبره ان هو عبارة عن العنوان بتاع حضرتك اللي هيقدر يخليك تتعامل مع الانترنت اللي ايه؟ اللي انا بتكلم فيه ده. طيب هو الانترنت ده يا شباب عبارة عن ايه؟ الانترنت ده انا عايزك تتخيله ان هو مجموعة ضخمة جدا من الراوترات ومن السويتشات ومن الفاير وولز ومن الشبكات ومن السيرفرات الكبيرة جدا اللي اتجمعت مع بعضها واتربطت مع بعض عشان تطلع لي الايه؟ الانترنت ده. هو طيب احنا عايزين نتكلم في اخر ديفايس اللي هو الايه الفاير وول. شايفين المربع ده؟ انا عايزك اول حاجه تفرق او تعرف يعني ايه فاير وول. فاير وول ده عباره عن سكيورتي او نتورك سكيورتي ديفايس. نتورك سكيورتي ديفايس. طب يعني ايه نتورك سكيورتي؟ يعني عباره عن جهاز مختص بامن الشبكات. بيطلع منه ايه؟ نوعين او تو تايبس. حاجه اسمها سوفت وير فاير وول، طبعا احنا شرحنا يعني ايه سوفت وير. وبيطلع منه حاجة تانية اسمها هاردوير فاير وول. هاردوير فاير وول. طيب السوفت وير فاير وول احنا اتفقنا ان ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن برنامج سوفت وير مكون غير ملموس. الهاردوير فاير وول لا، ده دلوقتي بقى ايه؟ بقى مكون ملموس. طيب الفاير وول ده عبارة عن ايه؟ قال لك ده عبارة عن جهاز مختص بأمن الشبكات عشان يمنع أي اتاكر موجود على الإنترنت إن هو يحاول يخش الشركة بتاعتي عشان يبوظ فيها أي حاجة أو يسرق معلومات أو يعمل أي دمج أو أي إتلاف للبيانات اللي موجودة في الشركة بتاعتنا. طيب دلوقتي بقى هنتكلم في جزء مهم جدا في المحاضرة بتاعتنا، وهو إن إحنا عايزين نفرق ما بين ثلاث حاجات. عايزين نفرق ما بين حاجة اسمها الاي بي فيرجن 4، وبين حاجة اسمها الاي بي فيرجن 6، وبين حاجة اسمها الماك ادرس او الميديا اكسس ايه كنترول. طيب اول حاجة انا لما اجي اتكلم عن الاي بي، لما اجي افكك الكلمة دي هلاقي ان يقصد بيها انترنت بروتوكول او بروتوكول الانترنت. طيب هو بروتوكول يعني ايه؟ احنا عايزين نتفق لحد دلوقتي ان البروتوكولات هي مجموعة من الايه؟ مجموعة من القواعد اللي احنا بنستعملها واللي احنا بنعملها عشان نعمل حاجة معينة. زي مثلا ايه؟ ان انا اجي مثلا واقول لك انا عندي بروتوكول راوتنج اسمه الريب، فهي مجموعة من الالجوريزمز، القواعد والخوارزميات والطرق اللي احنا بنعملها عشان نعرف الرواتر اللي هو اللاير 3 ديفايس بتاعنا ازاي هينقل البيانات من شبكة لشبكة تانية بأحسن شكل ممكن. تمام. يبقى البروتوكول هي مجموعة من القواعد ومجموعة من الطرق اللي بتخليني أنفذ حاجة معينة. طيب الإنترنت
قال لك الانترنت دي ليها علاقة بالشبكة الكبيرة بتاعتنا اللي هي الايه، اللي هي الوان. طيب يعني هل انت كده تقدر تقول ان الانترنت بروتوكول او الاي بي ده هو البروتوكول اللي بيديلك عنوان عشان تقدر تطلع بيه على الانترنت؟ يعني هو ده الهوية بتاعتك على الشبكة الخارجية؟ قال لك ايوه كده بالظبط. طيب يبقى اول حاجة كده احنا عرفنا الاي بي. طيب تاني حاجة عايزين نعرفها ان هو ليه نوعين، اي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن ايه، فيرجن 6. طيب بالنسبه لاي بي فيرجن 4 عايزين نعرف عنه ايه؟ اول حاجه عايزين نعرف طول العنوان بتاعه. قال لك اي بي فيرجن 4 ده طوله 32 بت، 32 بت. طيب ال 32 دول لما نقسمهم على 8 هيطلعوا كام؟ هيطلعوا 4 بايت. تمام. طيب هيتم تمثيله بايه الاي بي فيرجن 4 ده؟ قال لك الاي بي فيرجن 4 بيتم تمثيله بالارقام الديسيمال عادي جدا. يعني لما حضرتك تيجي تكتب ممكن تكتب 192 عادي جدا، ممكن تكتب 10 عادي جدا. طيب تاني حاجة بقى الاي بي فيرجن 6. قلنا اول حاجة عايزين نعرفها ان هو 128 ايه، ان هو 128 بت. تاني حاجة عايزين نعرفها ان هو بيحصل له representation او تمثيل بالهكساديسيمال او بالنظام السداسي 10. طيب هو يعني ايه ديسيمال يا هندسه؟ يعني ايه هكساديسيمال يا هندسه؟ اقول لك احنا اتكلمنا عن الحاجات دي كلها في المحاضره اللي فاتت، تقدر تعرف يعني ايه ديسيمال ويعني ايه هكساديسيمال والكلام ده كله من الفيديو اللي فات. طيب واحد يجي يقول لي دلوقتي طيب احنا طالما كان عندنا الاي بي فيرجن 4 ليه اضطرينا نعمل الاي بي فيرجن 6؟ هقول لك اول حاجه احنا اتفقنا ان الاي بي ده هو العنوان بتاعك على الانترنت. طيب لما انا عملت اي بي فيرجن 4 انا لقيت ان هو 2 او المساحه اللي هيدهاني او سعه العناوين اللي هيدهاني هي 2 اس 32. 2 اس 32 هتلاقيهم حوالي 4 مليار جهاز وايه وشويه، حوالي 4 مليار جهاز وشويه. طيب احنا عددنا كام على كوكب الارض دلوقتي؟ اكتر من 8 ايه، اكتر من 8 مليار. وانا واحد من الناس، انا كجورج معايا لابتوب، اللابتوب ده بيحتاج اي بي، ومعايا تليفون بيحتاج اي بي، ومعايا مثلا تليفون تاني بيحتاج ايه، بيحتاج اي بي، ومعايا تابلت بيحتاج اي بي. فالوضع دلوقتي بالنسبه لنا كبر جدا، السكيلابيليتي او عمليه التوسع كبرت جدا. انت غير ان انت عدد سكانك حوالي 8 مليار، الشخص الواحد دلوقتي يقدر يبقى معاه جهاز لحد 4 و5 و6 اجهزه، وكل جهاز من الاجهزه دي هو سمارت ديفايس، يعني بيحتاج يطلع على الانترنت. وطالما بيحتاج يطلع على الانترنت فبيحتاج ياخد اي بي عشان نعمل او نثبت العنوان بتاعه او الهوية بتاعته على الانترنت. فبالتالي الاي بي فيرجن 4 بتاعنا ما بقاش مكفي، عشان كده وصلوا ان هم يخترعوا لنا الايه، الاي بي فيرجن 6 اللي هو 128 بت زي ما قلت لكم. يعني 2 to the power او 2 to the power of 128، وده عدد كبير جدا من الايه، من الاي بي هات، عدد ضخم جدا. طيب حلو قوي. عايزين نعرف ايه بقى كمان؟ قالك اللي انا عايزك تعرفه ان حضرتك لما تيجي تكتب لي الاي بي فيرجن 4 فاحنا قلنا ان هو 4 ايه، ان هو 4 بايت. تمام. واحنا عارفين ان البايت بالديسيمال بتبدأ من الصفر لحد الايه، ال 255، لان البايت عبارة عن 8 بت، يعني 2 اس 8، يعني 200 ايه، 256. يعني معنى كده ان احنا هنبدأ من الصفر لحد الايه، لحد ال 255. طيب تمام. يعني هل انا اقدر ان انا اكتب الاي بي فيرجن 4 بتاعي في كل بايت من الاربعه في الرينج ده هون؟ قال لك ايوه بالظبط كده. يعني انا ممكن دلوقتي اجي واقول ان الاي بي بتاعي 192، يبقى انا كده خلصت اول ايه، اول بايت. طيب عشان اروح للبايت اللي بعدها قال لك انت هتفصل بايه، انت هتفصل بدوت او بالايه، بالنقطه دي. بعد كده تروح عند الايه، البايت التانية. فانا قلت مثلا ان البايت التانية هتبقى مثلا رقم 100 ايه، 168، 168. وبعد كده حطيت ايه، دوت، ورحت عند الايه، عند البايت التالتة. بعد كده قلت ان البايت التالتة دي مثلا هتبقى ايه، هتبقى 10. بعد كده حطيت ايه، دوت، ورحت عند الايه، عند البايت الرابعة. بعد كده قلت ان البايت الرابعة دي مثلا هتبقى بايه، هتبقى بواحد. خلاص خلصنا الاربعة بايت، يعني ال 32 بت كده احنا ايه، كده احنا عملنا اي بي فيرجن 4 ادرس عادي جدا. ده عنوان من العناوين البرايفت بتاعت الاي بي فيرجن 4. طيب
هو يعني ايه برايفت وبابليك في الاي بي فيرجن 4 يا هندسه؟ قال لك بص ركز معايا، احنا لما جينا عملنا الاي بي فيرجن 4 احنا قسمناه لايه؟ لحاجتين. احنا قلنا عندنا حوالي 4 مليار 4 بليون ادرس، عندنا حوالي 4 مليار عنوان متوفرين. قلنا احنا هناخد جزء منهم يبقى برايفت، رينج معين منهم يبقى برايفت، وهناخد رينج معين منهم الباقي يبقى ايه؟ يبقى بابليك. طيب ايه البرايفت اي بي ادرس ده وايه البابليك اي بي ادرس ده؟ قال لك تخيل معايا الرسمه دي، حضرتك موجود في شبكه البيت بتاعتك اهيا، وعندك الديفايس بتاعك والديفايس بتاعك كده، وادي الديفايسز بتاعتك كلها، وبعد كده هنا في الراوتر بتاع حضرتك اللي هيطلعك على الاي اس بي، ومن خلال الاي اس بي حضرتك هتطلع على الايه؟ على الانترنت. طيب وحضرتك موجود في البيت كده، وحضرتك موجود في البيت بالشكل ده، انت واخد برايفت اي بي ادرس، واخد برايفت اي بي ادرس. طيب لما حضرتك تقرر تطلع بابليك على الانترنت، حضرتك البرايفت اي بي ادرس ده مش بتقدر ان انت تستعمله، فبالتالي بنقوم شايلينه ونعمل حاجة اسمها ناتنج او نتورك ادرس ترانزليشن، بتبقى موجودة في الراوتر بتاع حضرتك، بحيث ان هو بيبص على البرايفت اي بي ادرس بتاعك ويقوم مبدلهولك بايه؟ ببابليك اي بي ادرس، ويطلعك بيه على الايه؟ على الانترنت. طيب حلو قوي لحد كده. طيب لو احنا اتفقنا ان عنوانك على الانترنت هو الاي بي، فبصمة صباعك او بصمة الاصبع بتاعتك اللي مش بنقدر نغيرها خالص، وبتبقى مختلفة عن كل شخص عن التاني في الكوكب، فدي احنا ممكن نقول عليها ان هي الميديا اكسس كنترول او الماك ادرس بتاع الايه؟ بتاع البي سي بتاعك او بتاع الايه؟ التليفون بتاعك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا عندنا حاجه اسمها الماك ادرس او الميديا اكسس كنترول. الميديا اكسس كنترول ده قال لك الطول بتاعه 48 بت، يعني معنى كده لو قسمنا على 8 هيبقى طوله ايه؟ 6 بايت، وبيتم تمثيله برضو بالايه؟ بالهكساديسيمال او بالنظام الايه؟ او بالنظام السداسي 10. طيب وده انا عايزك تعتبره ان هو بصمة صباعك في الجهاز بتاع الكمبيوتر بتاعك، لانه ما ينفعش شخصين يكون ليهم نفس الماك ادرس، وطالما ما ينفعش شخصين يكون ليهم نفس الماك ادرس، فاحنا بنستعمله بشكل كبير جدا في حاجة اسمها الايه؟ السويتشنج. طب يعني ايه سويتشنج لحد دلوقتي؟ فاكر القصة اللي انا حكيتها لك بتاع السويتش؟ وقلنا ان السويتش بيبقى عندها جدول او دفتر بتخزن فيه الماك ادرس، عشان لما يجي لها جهاز تبص في البيانات اللي جايه لها وتعرف العنوان النهائي بتاع الرساله عايزه تروح فين، وبناء على الماك ادرس توديها. قال لك هو ده اللي بيحصل بالظبط. يبقى احنا بنستعمل الماك ادرس في عمليه السويتشنج، ان السويتش تقدر تفتح الظرف وتشوف المصدر وتشوف الديستنيشن او الوجهه، وبناء عليه تودي الرسالة للمكان اللي هي المفروض تروح له بناء على الماك ادرس او على الميديا اكسس كنترول ده. طيب حلو قوي، يبقى احنا كده غطينا لحد دلوقتي عشان ما تتوهش معايا يعني ايه اي بي، يعني ايه اي بي فيرجن 4، يعني ايه اي بي فيرجن 6، وبعد كده غطينا يعني ايه كلمة ميديا اكسس كنترول او ماك ادرس. دلوقتي بقى احنا عندنا برنامج او سوفت وير بتقدمه شركة اسمها سيسكو، متخصصة في تصنيع أجهزة الشبكات، وده بيشتغل كأنه سيميوليشن او كانه حاجه بتحاكي الايه؟ الواقع بتاعنا. طيب فاكرين المثال اللي انا قلت لكم عليه؟ خلينا نجيب بي سي، جهاز، اتنين، تلاتة، اربعة هم بالشكل ده. بعد كده لو تفتكروا كنا جبنا السويتش بتاعتنا، جينا هنا اهون، وبعد كده جبنا السويتش بتاعتنا. ده طبعا شكل السويتش، لو جربنا نعمل زوم ان ده شكل السويتش. طيب وابتدينا ان احنا طبعا نوصل الاجهزة ببعضيها بالشكل ده كده اهو، وكنا بعد كده قلنا ان دي اساسا عبارة عن ايه؟ عبارة عن لانة، او عبارة عن ايه؟ عبارة عن شبكة. طيب وجينا قلنا ان الشبكة دي بتمثل طبعا ايه؟ البيت بتاعي اللي هو بيت رقم واحد مثلا، فجيت قلت مثلا اهو دي كده اللان رقم واحد بتاعتي بالشكل ده كده. طيب وبعد كده احنا جينا لو تفتكروا درسنا الاي بي ادرس،
وقلنا ان الاي بي ادرس ده عباره عن 4 بايت، وقلنا في برايفت وفي بابليك اي بي ادرس، وطالما انا جوه اللان بتاعتي يبقى انا برايفت اي بي ادرس، فانا هديها رينج مثلا ال 192. فقلت الجهاز ده هياخد الهويه بتاعته اللي هي ال 192.168.10.10.1. طيب والجهاز ده هياخد ال 192.168.10 مثلا دوت 2 بالشكل ده. وعايزين ندي الجهاز ده اي بي ادرس 192.168.10.3. طب هو هل حضرتك مطلوب ان انت تطبق كل الكلام ده؟ لا. طب انا بعمل الكلام ده كله ليه؟ عشان اوريك الكلام ده على الحقيقة بيحصل ازاي. ازاي السويتش والكلام النظري اللي احنا شرحناه لما هتبدأ تاخد البيانات هتبدأ تعمل لها يونيكاست، او هتعمل لها فوروردنج، او هتوديها للماك ادرس او للديستنيشن اللي انت عايزها. طيب وقلنا ان الجهاز ده هياخد الادرس اللي هو 192.168.10.4 بالشكل ده كده. طيب عايزين بعد كده نحط الاي بي ادرسز اللي احنا عملناها دي. فبكل بساطة احنا هنخش هنا كده اهو. عايزين بس نصغر كده شوية الويندو دي. طيب فهنيجي هنا كده هنقول له الجهاز ده واخد 192.168.10.1، وهنبدأ ان احنا نقفل. وبعد كده هنقول له الجهاز ده واخد 192.168.10.2 بالشكل ده كده. والجهاز ده واخد 192.168.10.3 بالشكل ده كده تمام. وبعد كده الجهاز ده واخد 192.168.10.4 بالشكل ده كده اهو. طيب لو تلاحظوا يا شباب دلوقتي انا ببنج من الادرس اللي هو 10.1 ل 10.3. فكل اللي بيحصل ايه؟ ان السويتش بتبدأ تبص في الدفتر بتاعها على الماك ادرس، وتبدأ ان هي تبعت من 10.1 ل 10.3. دلوقتي عندنا حتة بسيطة خالص صغيرة جدا عن الفروقات، او عن ازاي حضرتك تفرق ما بين 3 كلمات مهمين جدا. حاجة اسمها يونيكاست، وحاجة اسمها مالتي كاست، وحاجة اسمها برودكاست، وحاجة اسمها برودكاست. بص يا فندم، لما انا اقول لك الجهاز ده بيشتغل او بيبعت الرسالة بتاعته يونيكاست، يبقى انا كده اقصد ان الجهاز بيبعت لجهاز واحد بس. يعني ايه الكلام ده؟ بمعنى ابسط، تخيل كده ان انا عندي نتورك ديفايس هنا، والنتورك ديفايس ده رابط الجهاز ده بالجهاز ده بالجهاز ده بالجهاز ده. لما انا اقول ان النتورك ديفايس ده شغال يونيكاست، يعني معنى كده ان هو بيبعت مثلا من الجهاز ده للجهاز ده بس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني شغال 1 to 1، يعني من واحد لحد ايه؟ لحد واحد. طيب لما اقول ان النتورك ديفايس ده شغال مالتي كاست، يبقى هو بيبعت من 1 to ايه؟ to many. يعني ايه 1 to many؟ يعني من واحد لايه؟ لمجموعة. من واحد لمجموعة. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني الراجل ده هيبعت الرسالة كده، هتوصل للراجل ده مثلا والراجل ده مثلا، لكن مش هتوصل لده. طيب لكن لما اقول برودكاست، وده النوع الثالث، يعني معنى كده ان هي 1 to all. يعني ايه 1 to all؟ يعني من واحد للايه؟ للكل. يعني لما الراجل ده يبعت الرسالة بتاعته بالشكل ده كده، فهي هتروح للراجل ده، وهتروح للراجل ده، وهتروح للراجل ده هو كمان، لان هي برودكاست. ولو كنا ركزنا كنا هنلاقي ان الهب لما انا شرحته كان بيفرود او بيوجه الرسالة بشكل ايه؟ برودكاست. وده قلنا اللي هو بيعمل ايه؟ زحمة في الشبكة بتاعتي، عشان يجي السويتش بعد كده ويعتمد على الكام تيبل اللي بيبقى محطوط جواه الماك ادرس بتاعنا، ويشتغل في ان هو يعمل فورورد او ان هو يبعت الرسالة بشكل ايه؟ يونيكاست. دلوقتي بقى عايزين نتكلم في حاجة مهمة جدا جدا. طيب احنا كده دلوقتي اظن ان احنا بقينا عارفين ان اي جهاز، سواء الجهاز ده كان كلاينت او كان سيرفر، زي السيرفرات مثلا بتاعت جوجل، او مثلا السيرفرات بتاعت اليوتيوب،
او اي حتة تانية، فهو بيبقى ليه عنوان. العنوان ده هو اللي حضرتك بتوصل له من خلاله، اللي هو الايه الاي بي ايه الاي بي ادرس الاي بي ادرس. طيب هنفترض مثلا ان جوجل ليها اي بي ادرس، الاي بي ادرس ده 8.8.8.8، وان اليوتيوب ليها اي بي ادرس هو عبارة عن مثلا x.x.x.x. وطبعا الاكسات دي عايزك تعتبرها ان هي ايه، ان هي ارقام. طيب تمام. هل انت حضرتك كشخص لما بتيجي تفتح جوجل كروم، او بتيجي تفتح جوجل عشان مثلا ايه، عشان تدور مثلا على موقع الفيسبوك، هل حضرتك بتبقى فاكر الاي بي ادرس بتاعه؟ قال لك لا طبعا. امال ايه اللي بيحصل ساعتها؟ قال لك ساعتها احنا كان لازم نعمل حاجه مهمه جدا اسمها الايه، اسمها الدي ان اس. طب دي ان اس اختصار لكلمه ايه؟ قال لك دي اختصار لكلمه دومين نيم سيستم. يبقى الدي ان اس اختصار لكلمه دومين نيم سيستم. طيب بمنتهى البساطه الشديده، ايه هو الدي ان اس او الدومين نيم سيستم ده؟ قال لك ان الدي ان اس هي عباره عن سيرفرات. السيرفرات دي تقدر تعتبر ان هي جواها ايه، جواها كتالوجات او جواها دفاتر. الدفتر ده جواه ايه؟ جواه ان لو حضرتك عايز الاي بي ادرس بتاع جوجل دوت كوم، فحضرتك ساعتها الاي بي ادرس بتاعه مثلا 8.8.8.8. يبقى لما حضرتك هتيجي تكتب جوجل دوت كوم، ايه اللي هيحصل ساعتها؟ ساعتها هنروح على الدومين نيم سيرفر، هنسأل هو جوجل دوت كوم ده الاي بي ادرس بتاعه ايه، هيلاقي ان الاي بي ادرس بتاعه 8.8.8.8. فساعتها ايه هيجيبه لك. يبقى بمنتهى البساطة في الدومين نيم سيستم حضرتك مش بتكتب 8.8.8.8، امال حضرتك بتعمل ايه؟ حضرتك بتيجي مثلا تكتب ايه، تكتب فيسبوك دوت كوم، فنبدأ نروح للايه، للدومين نيم سيستم السيرفرات بتاعتهم. نلاقي ان الفيسبوك دوت كوم مقابل ليه اي بي مثلا عبارة عن ايه، عبارة عن x.x.x مثلا دوت ايه دوت اكس. دلوقتي عندنا حتة مهمة جدا. احنا اتفقنا خلاص كده دلوقتي ان انا عندي الكلاينت اهو، انا الكلاينت، الجهاز بتاعي مثلا انا اهو اسمه جهاز A. وبعد كده في عندي السيرفر اهو، وده عبارة عن سيرفر بيقدم سيرفيس مثلا من السيرفيسز بتاعت الايه، اليوتيوب. واتفقنا ان انا عشان اعدي او ان انا اوصل له، فانا بعدي على مجموعة من اجهزة الشبكات كبيرة جدا، زي الايه، زي الراوترات والاي اس بي. المهم ان هو بيبقى الايه، بيبقى الانترنت، لحد ما في الاخر اقدر ان انا اوصل للسيرفر بتاع الايه، بتاع اليوتيوب ده هو. طيب وبعد كده اتفقنا ان انا لما باجي اتكلم فانا مثلا بقول يوتيوب ايه، بقول يوتيوب دوت كوم بالشكل ده كده. وايه اللي بيحصل ساعتها؟ ساعتها الدي ان اس او الدومين نيم سيستم بيشتغل ويبدا يريزولف او يحول كلمه يوتيوب دوت كوم دي للاي بي ادرس بتاع السيرفر بتاع اليوتيوب اللي انا ايه، اللي انا عاوزه. اللي اتفقنا مثلا ان انا ممكن اقول عليه a.a.a.a. وطبعا كل a دي عباره عن ايه، عباره عن رقم. تمام، لان قلنا ان الاي بي فيرجن 4 ادرس بيحصل له تمثيل بالايه، بالديسيمال ايه نمبر، وفي الاخر كده كده بيتحول الى باينري او مجموعه من الايه، من الاصفار والوحايد. طيب هو الكوميونيكيشن اللي هيحصل ما بيني وما بين السيرفر ده هيحصل بايه؟ قال لك هيحصل بمجموعه من البروتوكولات. هيحصل ببروتوكول اسمه التي سي بي او الترانسميشن كنترول بروتوكول، وهيحصل ببروتوكول تاني اسمه ال HTTP او الهايبر تكست ترانسفير بروتوكول. وبعد كده بنحط له حرف الاس ده اللي هو اسمه كلمة ايه، سكيور، عشان نضيف له نوع من انواع الايه، الانكريبشن. يبقى لو حضراتكم تلاحظوا معايا كده، انا اول حاجة قلتها قلت كلمة ايه، انكريبشن، دي كلمة جديدة عايزين نعرفها. وبعد كده قلت HTTP، وبعد كده HTTP ايه اس او secure. وبعد كده قلت كلمة ايه، قلت كلمة TCP او Transmission Control ايه، Transmission Control Protocol. يعني هل معنى كده ان احنا بنستعمل الحاجات دي كلها عشان حضرتك تكلم الايه، السيرفر بتاعك؟ طب هو اول حاجة بمنتهى البساطة يعني ايه كلمة encryption؟ قالك encryption يعني ايه، يعني تشفير. وكنتوا خدتوا نبذة عن الموضوع ده في اول فيديو خالص. تشفير يعني ان لو في اي اتاكر او اي هاكر في النص موجود ما بيني وما بين الشخص اللي انا بتكلم معاه، ما ينفعش يشوف الايه، الرسالة اللي احنا بنبعتها لبعض. طيب ال HTTP ده عبارة عن بروتوكول اسمه هايبر تكست ترانسفير بروتوكول، هو اللي بيمكن الكلاينت ان هو يتفاعل مع الايه، مع السيرفر بتاع فيسبوك، عشان نقدر ان احنا ايه،
نرندر الصفحة بتاعتنا ونفتح صفحة الايه الفيسبوك بتاعتنا. طيب ال HTTP لما نحط له حرف الاس معنى كده ان هو بقى سكيور، يعني احنا ضفنا له طبقة من الايه، طبقة من التشفير، طبقة من التشفير. طيب امال التي سي بي ده عبارة عن ايه؟ قال لك التي سي بي ده عبارة عن بروتوكول بيشتغل فيه اللاير الرابعة، ولسه هنعرف يعني ايه لاير دلوقتي. واهمية البروتوكول ده ان هو يفتح جلسة ويكون ريليابل، وهو اللي يفتح لي الجلسة والسيشن اللي تخلي في ثقة ما بيني وما بين السيرفر عشان نقدر نتكلم مع بعض. ولو في اي بيانات وقعت زي ان النت قطع عند حضرتك وانت بتتكلم وانت بتنزل ملف من على الانترنت، يبقى في درجة من الموثوقية وفي سيشن مفتوحة ما بينكم انتم الاتنين، تقدروا ان انتوا ايه تكلموا بعض وترجعوا الحاجات اللي وقعت منكم مرة ايه مرة تانية. يبقى احنا عرفنا encryption يعني تشفير، اخفي الرسالة بتاعتي. HTTP او هايبر تكست ترانسفير بروتوكول هو البروتوكول بتاع الويب اللي الابلكيشن والسيرفر بيستعملوه عشان يعملوا الكوميونيكيشن مع بعض او التواصل مع بعض. وان التي سي بي اختصار لكلمة ترانسميشن كنترول بروتوكول، وده البروتوكول اللي احنا بنستعمله عشان نعمل هاند شيك او ان احنا نكون واثقين في بعض ككلاينت وكسيرفر، ونقدر ان احنا بشكل امن نبعت البيانات ونستقبل البيانات زي ما احنا عايزين، ونطمن ان لو في اي جزء من البيانات دي وقع احنا هنقدر نرجعها مرة كمان.